الفيديو بتاع النهاردة سهل وبسيط ومش هياخد في ايدك كام دقيقة، وهنعمل احلى قراقيش في 5 دقايق. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة جهز معاك نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقة من الخميرة، عليهم معلقتين من السكر، عليهم رشة من الملح، اديهم تقليبة، وهنزل عليهم بربع كوباية من السمنة. البديل للسمنة زبدة او زيت، اي حاجة موجودة عندك حطيها. هنبتدي ان احنا نقلب الدقيق والسمنة مع بعض بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نبس العجينة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بايديكي كده. وبعد ما نبسها هنبتدي ان احنا نجيب معانا كوباية الا ربع من الدقيق من المية، معلش. هننزل اول حاجة بنص كوباية من المية، والربع كوباية تاني هنركنها على جنب. ماشي، هنبتدي ان احنا نديها تقليبة لحد ما نعجنها وتكون بتلزق في ايدينا حاجة بسيطة. هنبتدي بقى ان احنا نغطيها كده ونركنها لمدة 5 دقايق فقط ترتاح بس. واول ما ترتاح معانا هنبتدي بقى ان احنا نجيبها ونشغل العجينة بتاعتنا. هنبتدي انا اقطعها، هفردها بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقطعها ل4 كور. هبتدي ان انا اشيل 3 واروح مغطيهم بكيس او قماش علشان ما ينشفوش. بعد كده هبتدي ان انا اجيب اول كوره معايا وهبتدي افردها بالشكل ده. هتيجي تفرديها بايديكي، بس انا بحب يعني انجز بالنشابه. هبتدي ان انا افردها بالنشابه بالشكل ده بالطول وبالعرض، ماشي، علشان خاطر اقولك هبرمها ازاي، علشان خاطر تطلع معايا بالشكل اللي انت شفتيه في اول الفيديو واللي هتشوفيه في اخر الفيديو برضو. هبتدي ان انا افردها بالشكل ده، وهبتدي ان انا الم بقى العجينه بتاعتنا وهضغط عليها كده علشان خاطر العجينه تكون ماسكه نفسها. وهبتدي ان انا اعملها كلها وهعيد عليها تاني البرم. وانت بتبرميها كده بتطوليها اكتر، يعني كل ما بتبرميها بتطوليها اكتر. ماشي، انا عايزه السمك يكون مظبوط، يكون خفيف، ما يكونش تخين قوي. هبتدي بقى ان انا اجيب النشابه وهفردها. لو انت فردتيها بايدك مش هتكون مظبوطه، لكن بالنشابه هتلاقيها حته واحده. هبتدي بقى ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب الشكل ده علشان خاطر عندي اطفال، فواحده واحده علشان ما يهدروهاش. لكن لو انت بتحبيها تعمليها بالطول زي ما هم ما بيعملوها، تقدري ان انت تعمليها باسهل طريقه. برضو لو عايزه الطريقه اكتبي لي برضو في التعليقات، واعمل لكم فيديو تاني ليها ان شاء الله، بس هعملها باطعمه تانية. زي ما انتم شايفين انا ببتدي بقى ان انا اجيب معايا صينيه مش مدهونه اي حاجه خالص، وهبتدي اشيل معانا العجينه بتاعتنا واروح رصها فيها بالشكل ده، وهركنها على جنب اغطيها بفوطه. وهبتدي اجيب تاني كوره وهوريكم بقى الشكل، يعني الحاجه التانية اللي انا هعملها اللي انا هشكلها بيها. هبتدي ان انا افردها زي ما فردتها في اول الفيديو بالنشابه بالشكل اللي انتم شايفينه. انا عدتها اول مره وتاني مره، ماشي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي ان انا افردها، وبعد كده ببتدي ان انا الم العجينه بتاعتنا. اهم حاجه ان انت بتظبطي بس ايدك وانت شغاله في العجينه. ببتدي برضو ان انا ابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهتكون مجهزه معانا، يعني هكون مجهزه جنبي كده شويه من السمسم الصغيرين، ماشي، مش هحتاج سمسم كتير. وهبتدي ان انا ابرمها، وبعد ما ابرمها خلاص هروح ماشيه عليها بالنشابه، وهركن النشابه دلوقتي. هروح ماشيه عليها هروح رش عليها بشويه من السمسم، واروح ماشيه عليها بالنشابه تاني. النشابه ما بتضغطيش عليها، النشابه دوب بتمشي عليها عشان تثبتي بس الحاجه عليها، ماشي، عشان احنا ولا هنرش ميه ولا هندهن اي حاجه ولا هندهن بيض ولا لبن ولا اي حاجه من دي. لا، انت هتمشي بالنشابه هو هيثبت عليها. هبتدي بقى ان انا ارصهم كده برضو في الصينيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهبتدي بقى انا ادخلها في الفرن على درجه حراره 150 لمده تلت ساعه بالظبط. هتطلع معاكي اول ما تاخد معاكي اللون ده هتلاقيها هشه. وهوريكي الكبيره كمان دلوقتي اهي، دي الكبيره اللي انا قلت لكم عليها. فانتوا عايزين تعملوها كبيره بالشكل ده اعملوها، لو عايزين تعملوها صغننه زي ما انا عملتها كده اعمليها. بس هي كده وكده الصراحه تحفه، ماشي. وعملت الصراحه بسم الله ما شاء الله نص كيلو، عمل معايا كميه حلوه، يعني كميه كتير، ماشي. وبتبتدي ان انت بقى تخزنيها ما عندك بقى في اي كيس، هتلاقيها برضو عندي على الصفحه، انا برضو مراجع طريقه التخزين بتاعتها. وبكده خلاص خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يعجبكم وينال رضاكم. لو عجبكم اعملوا الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد، وتحطوا لنا لايك بس، وتعليق تصلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات. واهم حاجة ان انتوا تعملوا الفيديو ده شير عشان يوصل لاكبر عدد. سلام.